اهم حاجة عايزة اقولها قبل ما ابدأ الموضوع ده يا جماعة، مهما انتي كنتي متخيلة ان اللي قاعدة قدامك في الفيديو او في التلفزيون او حتى قاعدة قدامك على الكرسي درجتها نفس درجتك بالظبط، انتي ما ينفعش تستعملي الفاونديشن بتاعها ولا الكونسيلر بتاعها. انتي مختلفة، لازم تعرفي انتي بشرتك لونها ايه، ولازم تعرفي انتي الاندرتون بتاعك لونه ايه. اهلا وسهلا بيكم، اتمنى ان انتوا تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. الصراحة فيديو النهاردة أنا ما كنتش مرتبة له خالص، كنت ناوية أعمله بس كان هينزل ضمن كورسات تعليم مكياج للمبتدئين. كانت في الخطة بتاعتي إن أنا أعملها بس لسه ما كنتش مجهزة لها دلوقتي. ولو انتوا خدتوا بالكم أنا كل فيديوهاتي اللي فاتت ولسه باقي يمكن فيديوهين 3 تانيين كلها عن توضيح درجات كونسيلر والفاونديشن بتاعت شي جلام. واللي خلاني اعمل فيديو النهارده الصراحه جالي تعليق على فيديو درجات كونسيلر شي جلام، والتعليق ده كان طلب من صاحبه التعليق انه هي محتاجه ارشح لها درجة كونسيلر مناسبة لبشرتها. وطبعا رديت عليها بانه ما ينفعش انه انا مش شايفاكي واقرر لك اي درجة، وفي نص الكلام نصحتها بان هي لازم تبقى عارفة الاندرتون بتاعها. ردها كان ان هي ما تعرفش يعني ايه اندرتون. والصراحة التعليق ده زي ما تقولوا كده جه قلم على وشي عشان يصحيني انه انا بدي اعمل فيديوهات واقول للناس الدرجة دي مناسبة لدرجة البشرة المتوسطة او الفاتحة او الغامقة مع اندرتون كذا. طيب درجة البشرة والناس كلها عارفاها، يعني كل حد ممكن تسأليه انتي فاتحة ولا غامقة ولا متوسطة هتبقى سهلة، لكن مش كل الناس عارفة الاندرتون هو ايه. وانا شخصيا من الناس اللي ما كنتش اعرف ايه اندرتون لغاية ما دخلت ازمود او درست علم المكياج واتعلمت يعني ايه عجلة الالوان ويعني ايه اندرتون، وازاي الالوان دي لازم تبقى متناسقة مع بعض بتخلينا نقرر ايه لون الشعر المناسب لينا، اللبس المناسب لينا، الاكسسوارات او المجوهرات اللي المفروض نلبسها، والاهم من ده كله ايه المكياج والاساس بتاع المكياج اللي المفروض نبقى نحطه عشان نبان ان احنا فلولس وفي انسجام من اول الرقبة لغاية الوش مع كونسيلر. فطبعا هي كان عندها حق ولفتت نظري لحاجة مهمة جدا أنا كان لازم من نفسي أخد بالي منها. عشان كده قررت أني أبوظ كل جدول الفيديوهات بتاع الأسبوع ده وأعمل لكم الفيديو ده أعرف فيه الناس، وخصوصا الناس المبتدئين، أكيد الناس اللي دارسة مكياج أو الناس اللي هي دودة بحث وبتدور على الإنترنت وعايزة تعرف كل تفصيصة. دي ممكن تبقى اوريدي عارفة المعلومة فمش محتاجة. الفيديو ده مخصص اكتر حاجة للمبتدئين اللي ما يعرفوش يعني ايه اندرتون وعايزين يظبطوا المكياج بتاعهم. وعلى فكرة انا بحب النوع ده جدا من التعليقات، وارجو ان احنا نكون صراحة وما نتكسفش ان احنا نسأل حاجة مش عارفينها، لانه لغاية ما هنموت احنا هنفضل نتعلم، ما فيش حد عارف كل حاجة في الدنيا. انا دايما ببقى مبسوطة بالاسئلة دي وبتخليني اعرف اقرر ايه الفيديوهات اللي الناس بجد محتاجاها، وارجو يا رب ان انا انفعكم بفيديوهاتي وتكون مفيدة بالنسبة لكم. مش هطول عليكم بقى اكتر من كده، خلينا ندخل في موضوع الاندرتون. قبل ما نقول ايه هو الاندرتون عايزين نعرف ان درجة بشرتنا بتتقسم لجزئين. الجزء الاول في بشرتنا هو درجة الجلد السطحية اللي من بره، اللي كل شوية بتتقشر وتقع وتتقشر وتقع، يرجع يتبني من أول وجديد ويطلع ويتحرق ويتقشر لما يطلع لنا حبوب ويحمر ده كل ده بيحصل على الطبقة الخارجية من البشرة. درجة البشرة بتتقسم ل3 درجات، يا إما فاتح يا إما متوسط يا إما غامق. من كل واحدة هننزل 3 فروع. الفاتح في درجة فاتح جدا، وفي درجة متوسطة، وفي درجة غامقة تبدأ تقلب على المتوسط. نيجي على المتوسط في 3 درجات، درجة متوسط فاتحة قريبة من درجة البشرة الفاتحة، وفي درجة متوسط، وفي درجة متوسط غامقة مقربة من البشرة الغامقة. ندخل على البشرة الغامقة. البشرة الغامقة فيها 3 درجات، أفتح درجة في الغامق القريبة على المتوسط، بعد كده الدرجة الغامقة، بعد كده الدرجة الغامقة العميقة ودي أعمق درجة في البشرة. إنما الأندرتون هو درجة البشرة الداخلية اللي كده كده بتنعكس على البشرة الخارجية، ودي بتبقى بسبب الميلانين اللي عدده بيأثر وبيفرق من شخص لشخص
على درجة الاندرتون. طيب الاندرتون عندنا 4 انواع: اندرتون دافي، اندرتون بارد، اندرتون محايد، واندرتون الزيتوني او الاوليف اندرتون. وده يعتبر لما ما بنعرفش نتعامل معاه قوي بنتعامل معاه على انه محايد. الاندرتون البارد هو اللي فيه درجات من الاحمر او البينك ومعاها تاتش من الازرق، زي الناس الفاتحه قوي. الناس الفاتحه قوي هتلاقيها فيها تاتش اوف زرقان مع بينك، بياض على بينك. ده الاندرتون البارد. الاندرتون الدافي بيكون داخل على درجات الخوخي او الذهبي، فيها تاتشات من الاصفر، كمان بيكون فيها تاتشات من الاورنج نوعا ما. اوكي، تاتشات يعني مش هو لونه مش اورنج، اوكي، بس هو بيكون درجة البشرة فيها الهيو ده. الاندرتون يعني هيو، يعني اللون اللي بيبان من جنب جسمك. دي مش سهلة احنا نعرفها، بس هو لون اطراف جسمك. دي الطريقة اللي بنشوف بيها احنا الاندرتون. الاندرتون المحايد هو الاندرتون اللي بيكون فيه خليط من الاتنين، البارد مع الدافي، بيبقى مخلط، ده المحايد. اما الاندرتون الزيتي فده بيكون الاندرتون اللي فيه اخضر مع اصفر مع شوية ذهبي، واحيانا بيكون داخل فيه تاتشات خفيفة من الاورنج. والاندرتون الزيتي زي ما قلت او اللي هو الاوليف اندرتون، اسهل طريقه نتعامل فيه معاه ان هو نتعامل معاه كمحايد. يعني في ماركات ما بتعملش اي فاونديشن او اساسات للاندرتون الزيتي. احنا كميك اب ارتست بناخد الورم اندرتونز ونخلطها، يا اما نخلطها مع ازرقات ونظبطها، يا اما ناخد الكول اندرتونز ونظبطها مع اورنجات ونظبط الدرجه اللي احنا عايزينها. خلينا نشوف ازاي نعرف الاندرتون بتاعنا. في كذا طريقه نعرف بيها الاندرتون بتاعنا، لكن معظم الطرق محتاجه ناس عينيها مظبوطه تعرف تلقط اللون كويس. فلو انتي مش شايفه نفسك كده وانتي قلقانه يا ترى انا شايفه صح ولا غلط، افضل طريقه واسهل طريقه ان انتي تروحي لحد بروفيشنال، مكان زي سيفورا بيبيع مكياج، مكان زي ماك بيبيع مكياج، حد بروفيشنال وحد بروفيشنال موثوق فيه ومعروف، تروحي له وتطلبي منه ان هو يعرفك ايه الاندرتونز بتاعتك. مش عايزين ننسى دايما نسأل على الاندرتونز الاتنين: اندرتون العين بتاعتك، اندرتون بشرتك، وبناء عليه تحفظي الاندرتون بتاعك، تحفظيه زي اسمك، لان ده ما بيتغيرش للناس العاديه. في ناس بتحاول تغيره وفي ناس بتلعب في الميلانين بتاعها، في ناس كتيره سمره بتحب تبقى بيضه، وفي ناس بتبقى بيضه بتحب تبقى سمره، بس دي حاجات طبيه وحاجات فيها تدخل كيميائي انا لا انصح بيه تماما. وطبعا احنا بنتكلم في اسعار خزعبليه يعني، وشهور من العلاجات، وحاجه غير مضمونه تماما، ما انصحش بيها اي حد. بيتغير، لكن دي حاجه ضد الطبيعه تماما وحاجه مقلقه جدا. وفي ناس كتيره ما ظبطتش معاها وبقى جسمها مبقع، حتت غامقه قوي، حتت فاتحه قوي. فما انصحش تماما بان اي حد يلعب فيها، بالعكس احنا ممكن نتعامل معاها ونوظفها بحيث ان احنا نفضل شكلنا جميل وطبيعي. عندنا اكتر من طريقه نعرف بيها الاندرتون بتاعنا وهنقولها دلوقتي. اول طريقه ان احنا نشوف عروق ايدينا، ودي اسهل طريقه واتمنى ان انتوا تقدروا تعملوها. ولو شاكين فيها برضو زي ما قلت لكم ارجعوا لحد متخصص يقول لكم خلاص، وسيبكم من كل الافلام دي. هنشوف عروق اللي طلعت هنا في ايدينا او اللي طلعت هنا في ايدينا، نشوف لونها ايه. لو العروق بتاعتك لونها اخضر يبقى انتي warm undertone او undertone دافئ. لو العروق بتاعتك طلعت زرقاء او على purple مزرق، البيربل المزرق ده او ازرق صريح، يبقى انتي الاندرتون بتاعك بارد. لو لقيتي العروق بتاعتك فيها اخضر وفيها ازرق، الاتنين مع بعض مختلطين، يبقى انتي غالبا اندرتون محايد. بتلاقي عرق مزرق كده وعرق تاني لونه اخضر شوية، لو كده يبقى انتي الاندرتون بتاعك محايد. الحاجة التانية اللي ممكن نعرف بيها ايه الاندرتون بتاعنا، اللي بيحصل لنا لما نتعرض للشمس. لو احنا بنتحرق في الشمس بس بنحمر ونتحرق، الميلانين عندنا قليل، يبقى احنا اندرتون بارد. لو احنا بناخد تان بسهولة وما بنتحرقش
تحت الشمس يبقى احنا الميلانين عندنا كتير واحنا نعتبر warm undertone. طبعا يفضل ان احنا نميكس اند ماتش، يعني ما نعتمدش على واحده بس فيهم. ليه؟ لان في دايما شواذ للقاعده. يعني في ناس في الدرجات الغامقه متعارف عليه ان الدرجه الغامقه ما بتحمرش ما بتتحرقش من الشمس، لكن فيهم ناس عادي تتعرض للشمس ما تتحرقش خالص، بس هي كول اندرتون. لان حتى الدرجات الغامقه في منها كول وورم واوليف، نفس الدرجات التانية. فدايما ناخد اكتر من طريقه نعرف بيها الاندرتون بتاعنا، مش طريقه واحده، اللي هي قصدي الطرق المنزليه دي اللي احنا بنعتمد فيها على شطارتنا يعني. اوكي، مش كلام حد خبير. يفضل ان احنا دايما ناخد اكتر من طريقه. الطريقه الثالثه اللي بعد كده نلبس حاجات على ذهبي او نلبس حاجات على فضي. لو لقينا ان الذهبي هو اللي لايق علينا قوي يبقى احنا warm undertone. لو لقينا ان الفضي هو اللي لايق علينا قوي يبقى احنا cool undertone. الطريقه دي انا ما برجحهاش مع المبتدئين. ليه؟ لان كل واحد ليه ذوق. انا ممكن ابقى مش فاهمه قوي بقى في العلم الالوان والحاجات، بس انا بحب الفضي قوي. وانا مثلا شخصيا مع ان انا يليق عليا الورم اكتر، انا زمان قعدت سنين بعشق الفضه، بعشق. كان فضه 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 فضه، مش مهم، ما انا مش فاهمه اصلا يعني ايه اندرتون. الكلام ده كان قبل ما ادرس ميك اب، فانا كنت بعشق الفضه. قعدت سنين، انتوا مش متخيلين لو وريتكم كميه الفضه اللي عندي بعشقها. كنت اروح مصر كده اجيب بقى فضه بالافات الالافات، واجيب بقى فضات فضه 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 فضه. مع ان هو لو انا كنت دارسه انا عمري ما كنت هجيبه. على فكره لغايه دلوقتي بلبسه ما بتفرقش عندي قوي، انا بحبه. ودي الموضوع اللي هنتكلم فيه في اخر الفيديو ده، مهم قوي. فلو لقيتي ان انتي الذهبي، لو لقيتي ان الذهبي لما بتلبسيه بيخليكي كده شاين وبرايت ومزهزهه ومنوره كده زي ما بيقولوا، يبقى انتي warm undertone. لكن لو لقيتي الفضه هي اللي بتعمل معاكي كده او الالوان اللي على فضي، يبقى انتي cool undertone او undertone بارد. من الحاجات كمان اللي بيقولوا ان هي بتحدد، وطبعا في بقى حاجات اللي هي ضعيفه واجتهادات، وفي حاجات كده مش موثوق فيها قوي، بس انا بقول لكم كل الطرق اللي هي لو حطيتي 3-4 طرق جنب بعض وظبطوا يبقى اكيد خلاص بقى مفيش كلام. بس ما تاخدوش واحده فيهم، لان اي حاجه ما عدا العروق وما عدا ان خبير يقولك، انا ما ارجحهاش للمبتدئين. المبتدئين ارجوكوا خدوا من الكلام اللي انا بقوله ده، خدوا كذا نقطه مع بعض، ولما تلاقوهم كلهم خلاص بيقرروا انتي ورم ابقي اعملي دي. الحاجه التانية ان احنا من لون العين، اغلبيه اللي عينيهم لونها بني بيكونوا warm undertone. اغلبيه اللي عينيهم بتبقى عسلي او اخضر او ازرق، دول بيكونوا cool undertone او undertone بارد. ودي مش قاعده. تاني هرجع اكد، خدوا دي مع الاكسسوارات والمجوهرات اللي فضي او ذهبي مع العروق. اعملوا جدول، شوفوا كل واحده طلع فيها ايه، ولما تلاقوا ان الاغلبيه بتقول warm او دافي يبقى انتوا warm، قالت cool يبقى انتوا cool. الحاجات الصغيره دي ما ينفعش ان احنا ناخد فيهم واحده بس. ما ينفعش بناء على لون عينك بس تقرري، ما ينفعش بناء على اللبس بس تقرري. بليز، عشان ما حدش بس يدعي عليا ويقول انتي قلتي لي غلط. لازم ناخد اكتر من طريقه مع بعض، اعملوهم كلهم مع بعض، وكمان روحوا الخبيره، لانه احنا عايزين في الاخر شكلنا يبقى حلو، عايزين في الاخر يبقى فيه تناسق، مش عايزين يبقى شكلنا لابس ماسك شكله قد قوي وشكله مستفز قوي. الفرق بين لون الوش ولون الجسم. فعايزين نعمل كل حاجه تخلينا نبقى متاكدين 1,000,000% مش بس 100% انه انا عرفت الاندرتون بتاعي مظبوط. كمان ممكن من الورقه البيضاء، هنجيب ورقه بيضاء هنحطها جنب وشنا بالجزء ده كده، وبعد كده نشوف. لو لقينا وشنا لما بنحط الورقه البيضاء كده والحته دي عندنا على مصفر في درجه الصفار كده، يبقى احنا warm undertone. لو لقينا الجزء ده مدي على بينك مع شويه زرق كده، بيبقى فيه زرق على فكره، بس ما تتريقوش وتفتكروا ان انا بتكلم على aliens، والله يعني العين الفنيه هتعرف تطلع الزرق، بيبقى تاتش اوف زرق. فهيبقى لو حطينا الورقه ولقينا بينك، درجات من درجات البينكات اللي بيبقى فيها تاتش ازرق خفيف، يبقى انتي كول اندرتون. لو حطينا الورقه دي ولقينا ان هو مدي على جراي اللي هو بيقولوا عليه اللون المأكسد شويه كده، يبقى انتي اوليف اندرتون. ولو ما لقيتيش ولا مصفر
ولا جراي ولا بينك، انتي نيوترال اندرتون. من الحاجات بقى المهمه اللي عايزه انصح بيها، ودي اخر حاجه، ممكن تروحوا ماك، ممكن تروحوا سيفورا، خليهم اللي هناك هم متدربين وبيبقوا واخدين كورسات ازاي يعرفوا الاندرتون بتاعك، وعلى طول يساعدوكي في ان يطلعوا لك الاندرتون المناسب ليكي. ودي نصيحتي، ودي اكتر حاجه انصح بيها الصراحه. الحاجات التانية يا تظبط معاكي يا ما تظبطش، بناء على عينك انت بتعرفي تلقطي الدرجه صح ولا لا، ودي نسبيه من انسان لانسان. فانصحكم طبعا ان انتوا تروحوا لحد بيبيع مكياج يكون معروف وموثوق ومضمون، هو اللي يساعدكم في ان انتوا تعرفوا الاندرتون بتاعكم. اخر حاجه عايزه اتكلم عليها، انه لازم نعرف الماركه اللي هنستعملها ازاي بتحدد الفاونديشنز بتاعتها والكونسيلر، بتديهم احرف وارقام. الحروف اللي هتلاقوها على الفاونديشن او على الكونسيلر دي بتعني هي مناسبه لاي اندرتون. الارقام غالبا بتعني هي درجتها ايه في الفاتح والغامق. وكل براند بيدي حروف مختلفة، وكل براند بيدي أرقام مختلفة. بس أنا هفهمكم الفكرة اللي هم بيعملوها إيه، وإنتوا روحوا طبقوها على مثلا بتحبوا هدى بيوتي، بتحبوا فنتي، بتحبوا أي حاجة. لازم تعرفوا هم مسميين ازاي عشان تعرفوا تختاروا. لازم لما تروحي تختاري تبقي عارفة درجة بشرتك، وعارفة درجة الاندرتون بتاعك، وعارفة هو مسمي الحاجات بتاعته ازاي عشان تعرفي تختاري. يبقى انا اخد دي، انا اشتري دي. مثلا هناخد مثال ماك، وانتوا بليز طبقوه على البراندات اللي انتوا بتشتروها. ماك بيعمل الN والW والC، هي الحروف اللي بيستعملها في تمييز الاندرتون. N للنيوترال، W للورم، C للكول، وممكن يجمع الاتنين مع بعض. فهو غالبا بيعمل NW فهي نيوترال وورم، ممكن يعمل NC نيوترال كول. وغير الحروف هو بيحط ارقام. الارقام عند ماك هي بتعبر عن درجة البشرة. المثال اللي هحطه لكم على الشاشة دلوقتي هتلاقوه فوقي، ده الكونسيلر بتاعه ستوديو فينيش. هنثبت ال NW، يعني ده كل الكونسيلرز اللي انتوا شايفينها دي مناسبة للنيوترال وورم. لكن ايه اللي شايفينه قدامكم ان هي بتغمق كل ما الرقم طلع. 30 اغمق من 25، اغمق من 20، اغمق من 15. لكن مناسبين للنيوترال وورم. على حسب بقى بشرتك، تختاري الغامقه قوي، تختاري المتوسطه، تختاري الفاتحه. واما بقى في الصوره الثانيه عشان اوضح لكم، فانا ثبت الرقم، ثبت درجه البشره وغيرت الاندرتون، فهتلاقي كله درجه بشره 15. لكن ايه المختلف؟ في كول اللي هي سي بس، وفي NC وفي NW، يعني كول للاندرتون البارد، وواحده للاندرتون النيوترال كول او المحايد بارد، وواحد المحايد وورم. فماك بيستعمل الحروف دي، C للكول، W للورم، N للنيوترال. فلما تيجوا تشتروا تقرروا على اساسها. يفضل عشان الميك اب يطلع فلولس، عشان يطلع ما فيهوش اي عيوب، كل ما كنا داخلين في التفاصيل اكتر، كل ما كنا محددين اكتر، كل ما الميك اب بتاعنا هيطلع من غير عيوب، ومحدش هيقدر يقول ايه المنظر ده انتي لابسه قناع. لازم يبقى فيه سيمتريه وانسيابيه، وكده اللي واقف قدامك مش عارف انتي حاطه ميك اب ولا مش حاطه ميك اب، لان وشك ما فيهوش غلطه، مش عارف يطلع الجمال ده جاي ازاي. نبقى more specific او محددين اكتر، ما نختارش انا بشره متوسطه وخلاص، انا بشره فاتحه وخلاص، انا بشره غامقه وخلاص. لا، دايما ندخل نفصص اكتر شويه. هل انت فاتحه قوي اللي هي البيل، الفاتحه قوي قوي قوي، او انت الفاتحه متوسطه، او انت فاتحه شويه قربتي تدي على المتوسطه. ومهم قوي ان احنا يبقى فيه تدرج طبيعي. انا دايما بفضل الفاونديشن يجي لون الجزء ده في الجسم. في ناس بتقولك حطي من هنا وامشي كده. ليه نمشي كده؟ عشان يبص عليكي يلاقي الجزء ده طالع ومكمل بطريقه طبيعيه على وشك. فلازم الوش يبقى درجه الجسم. فبنعمل ايه؟ بنختبر الفاونديشن بتاعنا في الجزء ده، ولما نختبره، لما نحطه، نسيب المحل اللي احنا بنشتري منه، نطلع بره المحل، نقضي يوم كامل في الشمس، في الإضاءة الطبيعية بتاعت ربنا، في إضاءة البيت شوية، وكل واحدة فيهم نصور، نشوف احنا شايفين الفاونديشن في فرق.
طول ما احنا شايفين ان في فاونديشن يبقى الفاونديشن ده غلط، مش هو اللي احنا المفروض نشتريه. لازم ما نحسش ان احنا حاطين فاونديشن، لازم الفاونديشن يمشي مع الجسم كده بكل انسيابيه وما نبقاش شايفين. زائد مش بس الفاونديشن، حتى الكونسيلر. الكونسيلر لازم نختار الكونسيلر باندرتون مناسب مش بس لبشرتنا، لحاجتين: يبقى ماشي مع بشرتنا، ويبقى كمان عندنا الكوريكتور اللي مناسب للهالات اللي تحت العين، لان هالات اللي تحت العين برضو ليها اندرتونز. في هالات على بني، ودي غالبا بتطلع للناس الكبيرة في السن. كل ما بنتقدم في العمر كل ما الجزء اللي عندنا ده بيبدأ يدي على بني. غير بقى الناس اللي بتسهر بيجي لها هالات مزرقة شوية، وممكن تبقى مدية على بيربل. بيدخل معاها كمان عوامل صحية، الناس اللي عندها مشاكل في الكلى، الناس اللي عندها مشاكل في الكبد كمان بيطلع لها هالات. في كذا فاكتور. الناس اللي ما بتاكلش اكل هيلثي بيطلع لها هالات، الناس اللي بتتفرج على التليفون كتير او سكرينز كتيره، كمبيوترات واتيفر، بيطلع لها هالات. وكل حاله من الحالات دي ليها هالات مختلفه عن التانيه. في هالات بتدي على مزرق شويه، يبقى الاندرتون بتاعها ايه؟ ازرق. يبقى احنا لازم نشوف لها كونسيلر بيلغي الازرق ويخليه محايد. زي ايه مثلا؟ زي الكونسيلر اللي شويه فيه على اورنج. فانتي لو عندك هالات لونها بني غامق ما ينفعش تستعملي كونسيلر لونه اورنج، لانه هيزود الاورنج اللي في البني وهيخليها تظهر اكتر. فكل هالات لازم نعرف نستعمل لها ايه كوريكتور عشان نكسر الاندرتون بتاعها ونخليه محايد. فدي برضو من الحاجات المهمة اللي عايزاكم تاخدوا بالكم منها، ان الكونسيلر مش بس كونسيلر. لو ما عندناش هالات يبقى ممتاز، خلاص احنا هنجيب الكونسيلر المناسب لدرجة بشرتنا ماشي مع الفاونديشن بتاعنا. لو احنا عايزينه للصبح عايزينه طبيعي نفس لون الفاونديشن قريب من بشرتنا، عايزينه للسهرة ولبس اوفر واكسترا هنفتحه درجة او درجة ونص على حسب المكياج اللي انت عايزاه، بس هيفضل برضو نفس الاندرتون بتاعك. لكن لو عندك هالات لازم تسألي نفسك ولازم تعرفي الهالات بتاعتك دي لونها ايه، درجتها ايه، الاندرتون بتاعها ايه، وتحاولي تكنسليها بكوريكتور. اللي بيقول لكم مفيش حاجه اسمها كوريكتور انا اسفه، علميا ما ينفعش ما يبقاش في كوريكتور. لازم color correcting لتحت العين، احيانا في color correcting للوش كله علشان يحايد اللون. لو حطيتي عليه كونسيلر بعد كده اللي هو لون بشرتك اللي انت عايزاه ما يبينش ايه اللي تحته. color corrector ما بيتحطش، ودي حاجة مهمة جدا. الكالر كوريكتور بيتحط نقط خفيفة وعلى اللون بالظبط. يعني لو انا عندي هنا ازرق مثلا، وانا عندي طبعا ودلوقتي شايلاها، بنقط عليها نقط خفيفة وبمسحها لغاية ما الاحظ ان هي ما بقتش زرقاء. ما ينفعش احط بقى الاورنج هنا ولا يتمسح ملي بعديها، لازم عليها بالظبط. لازم اكون دقيقة جدا في مكياجي عشان يطلع شكله نظيف وشيك. من الحاجات المهمة ان انتم ما تاخدوش الكونسيلر والفاونديشن بتاع اي حد تاني وتستعملوه انتوا تبقوا فاكرين انه ده مناسب ليكم. ما ينفعش، صعب جدا ان المعادلة دي تظبط بين اتنين. يا اما انت شايفاها اونلاين، يا اما هي صاحبتك او حبيبتك او اختك او حتى مامتك، كل واحد فيكم هيبقى مختلف. ممكن تظبط بس دي بتبقى حالات نادرة قوي. واخر حاجة احب اقولها لكم، اهم من شكلنا هي روحنا، ثقتنا في نفسنا، حبنا لنفسنا، الثقة في ان احنا اي حاجة بنعملها احنا جمال ودمنا خفيف ودمنا زي العسل والناس كلها بتحبنا. اتمنى لكم كل الخير وارجو ان الفيديو بتاعي يكون عجبكم. اشوف وشكم على خير.